تخيل نفسك كده قاعد قدام مكتبك، كل حاجة جاهزة، مفيش أي عذر، بس فجأة تفتكر إن باب التلاجة مش مقفول كويس، تقوم تقفله وبعدها تقول طب ما أعمل سندوتش بالمرة، وترجع تاني على مكتبك وتقول لأ، أنا هستنى لما الساعة تيجي 9 بالظبط، ولما تيجي تلاقيها عدت ربع ساعة تقول خلاص هخليها على 10 بالظبط، وتفضل تسوف لحد ما تنام وانت حاسس إنك اشتغلت طول اليوم. اعمل لايك واشترك في القناة وكمل معايا الفيديو واوعى تسوف وتقول ابقى اشوفه بعدين. التسويف عادة منتشرة جدا عندنا، بتخلينا نأجل اللي المفروض نعمله ونستبدله بلذة مؤقتة، بس في الآخر الندم بيبقى أكبر. الدراسات بتقول إن التسويف مش بس بيأثر على إنجازك، ده كمان ممكن يجيب لك قلق واكتئاب وضغط نفسي كبير. بس الغريب إننا كلنا عارفين ده وبرضه بنسوف. طيب ليه؟ هو إحنا ليه بنسوف أصلا؟ علم النفس بيعرف التسويف على إنه فشل في تنظيم النفس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة إحنا ساعات بنلاقي نفسنا مش قادرين ننظم سلوكنا حتى وإحنا عارفين بالظبط المفروض نعمل إيه. وكلمة التسويف بالإنجليزي بروكراستينيشن، أصلها لاتيني، برو يعني تأجيل وكراستينس يعني بكرة. طب إيه أسباب التسويف؟ الأسباب دي بتتقسم لكذا نقطة. أولهم المهام اللي بتتسند لك. كل ما المهمة تبقى معقدة أكتر أو حاجة أنت مجبر تعملها مش باختيارك، كل ما تبقى أصعب، وبالتالي احتمال كبير تسوف. وخلي بالك ده مش مبرر، إحنا بس بنوضح السبب. تاني حاجة السمات الشخصية. يمكن سمعتوا قبل كده عن واحدة من أشهر النظريات في الأنماط الشخصية اللي بتقسم الناس ل5 أنماط كبيرة، من ضمنها نمط اسمه الانضباطية conscientiousness. في ناس طبيعتهم مش بتخليهم ينجزوا المهام في وقت محدد أو يلتزموا بخطط وجداول شخصية، وده بيخلي التسويف عندهم أسهل. تالت نقطة الكمالية والخوف. في ناس بتخاف تفشل أو بتخاف من حكم الناس عليها لو الحاجة ما طلعتش كاملة. في الحالة دي الضغط اللي بيجي من مجرد إنك ما خلصتش المهمة أهون بكتير من الضغط اللي ممكن يجي لو خلصتها وبعد كده الناس حكمت إنها مش كفاية أو مش على نفس المستوى. رابع نقطة الأعذار والانتظار الوهمي، وده بقى من أشهر الحيل. إنك تستنى الظروف المثالية، تقول هستنى المود يتحسن، هستنى الساعة تيجي 3 بالظبط، هستنى كل مشاكلي تتحل، هستنى لما أخلص كل اللي مضايقني. والحقيقة إن الظروف دي عمرها ما هتبقى كاملة. حتى لو اتحققت حاجة من اللي نفسك فيها هتفضل دايما في حاجة ناقصة، وهتلاقي نفسك لسه بتطلع أعذار جديدة. القوة الحقيقية للنفس مش إنها تبان وقت الراحة وإنت قاعد مسترخي على سريرك ومحقق إنجاز أو 2 في أجواء مثالية، لأ، القوة الحقيقية بتبان في وقت الشدة، لما تلاقي نفسك وسط صعاب وضغوط ومشاعر مؤلمة ومع ذلك مكمل الطريق حتى لو كان الطريق مليان مطبات. المهم إنك ما توقفش وما ترفعش الراية البيضاء. والحقيقة محدش معصوم من لحظات الانكسار، ساعات الظروف بتغلبنا فعلا وساعات بنغرق في يأس وإحباط لوقت مش قليل، وده طبيعي جدا، بس في شرط إن اللحظات دي تكون محطة مؤقتة قبل ما نرجع تاني لساحة الحياة ونواجه تحدياتها. الكاتب بيحكي الفترة اللي اتخرج فيها من كلية الطب وكان فاكر إن مجرد التخرج معناه إنه خلاص بقى مستعد لأي حاجة يقابلها، لكن الحقيقة إنه وقتها ما كانش لسه اكتسب الأدوات والملكات اللي تساعده يواجه الصعوبات. حياته كلها كانت محصورة في المذاكرة لساعات طويلة وكل همومه كانت الامتحانات. لكن بعد التخرج لقى نفسه فجأة قدام نوع تاني من الاختبارات، تحديات واقعية وحياتية تقيلة جدا على قلبه. وبيقولوا إن في الأول كان ضعيف وحس بحزن شديد وكان هيستسلم للاكتئاب، لحد ما جه باله خاطرة بتقول إن الموضوع مش متعلق بقدرته لكن بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. لو كان استعان بنفسه بس عمره ما كان هينجح، لكن لو استعنت بالله وانطلقت مهما كانت خطواتك بسيطة النتيجة دايما هتكون مختلفة. وفعلا بدأ يمشي، أولها كان بطيء وده طبيعي ومليان ألم داخلي ومشاعر سلبية، لكن مع الاستمرار لقى نفسه بيتغير، حس إنه بيكتسب قوة نفسية جديدة بتشيله وتشجعه وبتخلق منه إنسان تاني، إنسان قادر يواجه أصعب الظروف. وساعتها افتكر دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيجمع كل المعنى ده: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أقاتل. ومن هنا بدأ يدوق طعم السعي الحقيقي ويشوف إزاي لما تعتمد على ربنا مش على نفسك الحياة كلها بتتبدل. تخيل إن كل يوم بتصحى الصبح وتلاقي نفسك قدام اختبار جديد، اختبار بسيط في شكله لكن بيحدد شكل حياتك على المدى الطويل. الاختبار هو هل هتختار تعمل الحاجة اللي بتحبها دلوقتي ولا هتخليك مبسوط لحظة صغيرة لكن بعدين هتندم،
ولا هتختار تعمل الحاجة اللي صعبة دلوقتي لكن بعد شوية هتفرحك وتديك رضا حقيقي؟ يعني هتقوم تشتغل وتذاكر برجولة ولا هتفضل تقلب في الموبايل؟ وخلي بالك إن القصة دي مش جديدة. في أواخر الستينات أو أوائل السبعينات عالم النفس الأمريكي والتر ميشيل وأستاذ جامعة ستانفورد عمل سلسلة تجارب مشهورة جدا اسمها تأجيل الرغبات. التجربة كانت بسيطة جدا، بيجيبوا طفل ويحطوا قدامه قطعة مارشميلو أو بسكويت مملح أو حتة كيكة. الطفل قدامه اختيارين، يا إما ياكل الحاجة الحلوة اللي قدامه على طول يا إما يستنى حوالي ربع ساعة. المشرف فيهم بيخرج من الأوضة ولو استنى هياخد قطعتين بدل واحدة. النتيجة كانت مدهشة، وهي إن الأطفال اللي قدروا يستنوا وما يستسلموش للرغبة اللحظية لما اتبعوا حياتهم بعد كده لقوا إنهم كانوا أكتر نجاح في دراستهم وكانوا بيجيبوا درجات أعلى في اختبارات السات، غير إنهم كان عندهم قدرة أحسن على التعامل مع تحديات الحياة. لكن المشكلة إننا كبشر عايشين في دائرة التسويف. بتبدأ القصة إنك قدام مهمة لازم تنجزها، بتفكر تبدأ بس تحس بعدم راحة وتوتر وتقول لنفسك مش دلوقتي، هستنى شوية لما يجيلي مزاج أعملها، فتأجل المهمة. بعد شوية يجيلك شعور بالذنب والتوتر لأنك ما بدأتش في اللي عارف إنه مهم ليك أصلا، ومع الوقت بتتراكم من المشاعر السلبية وبيزيد التسويف أكتر وأكتر. الباحث النفسي الأمريكي جوزيف فيراري لخص الموضوع في افتراضين خاطئين إحنا بنعيش فيهم. الأول إننا بنأجل المهام لأننا مش في المود، يعني حاسين إن مزاجنا مش مناسب للشغل دلوقتي. التاني إننا فاكرين بشكل ما إن مزاجنا هيتحسن قريب وساعتها هنشتغل بحماس. لكن الواقع واللي بيحصل في دائرة التسويف إن شعورنا تجاه المهمة مش بيتحسن، بالعكس بيتدهور أكتر وبنكرهها أكتر، ومع كل تأجيل بيزيد الذنب والتوتر وبالتالي تقل رغبتنا في الإنجاز. وهنا الدايرة تستمر لحد ما نكسرها بإرادة ووعي، وإن الحل مش في انتظار اللحظة المثالية، الحل في إننا نبدأ دلوقتي. في ناس كتير أول لما تيجي تذاكر أو تبدأ مهمة يقولك أنا قوي، هسيب الموبايل جنبي واللابتوب مفتوح والتلفزيون شغال وهقاوم كل ده علشان أثبت لنفسي إني قادر. الفكرة شكلها بطولي كده من بعيد، بس الحقيقة إن النتيجة بتبقى عكسية تماما. اللي بيحصل إنك لما تسيب المشتتات حواليك وتفضل تقاوم، أنت كده بتحط نفسك في معركة مش لازم تدخلها من الأساس، معركة بتستنزف طاقتك وإرادتك وتخليك تضعف أسرع. الحل أبسط من كده بكتير، وهو ما تحطش نفسك قدام اختبار ملوش داعي. اقفل موبايلك وابعد عن أي دوشة، اختار مكان هادي يديك فرصة تركز. ساعات القوة مش في إنك تواجه كل المشتتات، لكن في إنك ما تسمحش إنها تدخل حياتك وقت إنجازك من البداية. لكن كل مرة هتقول هقاوم هتستهلك جزء من إرادتك، والإرادة زي البطارية ليها طاقة محدودة، وكل ما تستهلكها في مقاومة حاجات جانبية مش هتلاقيها وقت الحاجة الحقيقية. وده بالظبط اللي اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو قوة الإرادة، ممكن تبقى تشوفه بعد الفيديو ده. في دراسة أمريكية انتشرت سنة 1995 طلعت بنتيجة غريبة جدا، وهي إن صعوبة المهام مش هي العائق الكبير اللي بنخاف منه. بالعكس، اللي بيكسر تركيزك فعلا مش الحاجة الصعبة إنما الحاجة السهلة قوي. المهام السهلة جدا بتكون مملة، والملل ده بيسحب منك الحماس، بيخليك مش مقبل على الإنجاز أصلا. اللي يرضي النفس فعلا إنك تواجه التحدي، إنك تعمل مهمة متعبة شوية محتاجة مجهود وتركيز، لكن في الآخر تطلع منها بشعور إنك أنجزت بجد. طيب لو المهمة اللي قدامك مملة فعلا، الحل إنك تضيف لها تحدي من عندك. مثلا لو عندك مادة سهلة عليك حاول تشرحها لزمايلك، كده انت حولت الملل لفرصة ممتعة. وهنا ندخل على أفكار عالم النفس الأمريكي ألبرت باندرو اللي قال إن في حاجتين يخلوك أكتر قابلية لإنجاز أي مهم. الأول الموديلنج اللي هي النمذجة، يعني تدور على نموذج قدوة أو مثل وتشوف اللي زيك إزاي بيخلصوا مهامهم حتى لو ما لقيتش غير نفسك. افتكر نسخة منك في الماضي وهي بتنجز. الحاجة التانية الإنجازات اللي فاتت، ببساطة فكر نفسك إنك عملت قبل كده حاجات حتى لو كانت صغيرة. افتكر نفسك وإنت بتنجز علشان عقلك يصدق إنك شخص قادر مش مجرد مسوف. النقطة التانية والمهمة، تفتكر دايما إنك متعلم. في مصطلح في علم النفس اسمه learned industrations، الاجتهاد المكتسب، معناه إنك ممكن تعود نفسك على العادات الكويسة، وده عن طريق إنك تكافئ نفسك بعد الإنجاز. وفي دراسة انتشرت سنة 2002 اكتشفوا إن المكافآت سواء مادية أو معنوية بتنفع جدا. المادية زي فلوس أو أكل أو أي حاجة بتحبها، والمعنوية زي إنك تقدر نفسك وتشكرها وتديها رصيد إيجابي علشان أنجزت رغم مشاعرك السلبية.
لكن في شرطين مهمين. أولهم إن المكافأة تكون أكيدة، ما ينفعش توعد نفسك بحاجة وبعد الإنجاز ما تديهاش. تاني حاجة إن المكافأة تيجي فورا بعد الإنجاز علشان يحصل ارتباط جوه دماغك بين المهمة الصعبة والمكافأة. وأخيرا وأهم نقطة على الإطلاق، إنك تطلب العون من ربنا، وإن استعنت فاستعن بالله، لأن كل الأسباب دي حقيقية ومهمة، لكن التوفيق في الآخر من عند ربنا سبحانه وتعالى. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.